ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اخيرا فيديو كليه حاسبات ومعلومات اللي كتير جدا طلبوه مني، ويلا خلينا نبدا في الموضوع على طول. واول سؤال عايزه اجاوب عليه معاكم وهو: هل كليه الحاسبات اصلا اسمها كليه الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي ولا كليه الحاسبات والمعلومات بس؟ بكل بساطه الفرق ما بينهم ان هي اصلا كليه الحاسبات والمعلومات، ولكن مؤخرا لما الذكاء الاصطناعي طلع بدأوا يضيفوا ليها قسم الذكاء الاصطناعي، ولكن في بعض المحافظات خلت القسم ده كلية منفصلة عن كلية الحاسبات والمعلومات. ودول محافظتين بس على مستوى الجمهورية، اللي هم محافظة المنوفية ومحافظة كفر الشيخ، ولكن بقية المحافظات اسمها كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي. والذكاء الاصطناعي يعتبر قسم جوه الكلية، مش كلية منفصلة، وغالبا القسم ده في معظم المحافظات بيكون كريدت. طبعا زي ما احنا عارفين الكلية بتاخد من علم علوم وعلم رياضة، ولكن بيبقى الفرق الوحيد ما بينهم هو في سنة أولى الترم الأول. في الترم الأول بتوع علم علوم بياخدوا مادة زيادة اسمها ماس زيرو جنب المادة الأساسية اللي هي ماس 1، يعني ماس 1 مادة أساسية بياخدها بتوع علم علوم وبتوع علم رياضة، ولكن بتوع علم علوم بياخدوا مادة ماس زيرو كمان علشان يقدروا يحصلوا حاجات من اللي احنا خدناها في ثالثة ثانوي، فيقدروا يتماشوا مع سنين الكلية في اللي جاي. عندنا في الكلية في أول سنتين بندرس مواد جنرال أو مواد عامة كلنا بندرسها، وبيبدأ التخصص من سنة ثالثة. بتبدأ تختار انت هتدخل قسم ايه. طب اصلا ايه هي الأقسام اللي موجودة؟ اول حاجه قسم السي اس، وده الاشهر وهو ده اللي بيبقى فيه بروجرامنج اكتر. بعد كده قسم الاي تي، بعد كده قسم الاي اس، الكمبيوتر ساينس والانفورميشن سيستم والانفورميشن تكنولوجي. الاقسام دي بتكون جنرال، يعني اي حد في الكليه يقدر يدخلها، ولكن في اقسام تانية بتبقى كريدت زي قسم السوفت وير انجينيرنج. طيب هل لازم يكون عندي مؤهلات معينه او اكون جامد جدا في الماث او جامد جدا في الانجليش علشان ادخل الكليه واتاقلم معاها؟ والاجابه هي لا. موضوع الانجليش ده اخر حاجه ممكن تفكر فيها، لان لكل مجال بيبقى ليه المصطلحات بتاعته. فانت ايا كان مستواك في الانجليزي، اول ما تدخل بعد اول شهر هتلاقي نفسك اتعودت على المصطلحات، وتلاقي نفسك الكلام بقى معتاد بالنسبه لك. وخلوني اضرب لكم مثال مثلا كده. يعني انت لو جبت واحد مهندس اديته كتاب من طب مثلا، اكيد مش هيفهم حاجه، لان المصطلحات الطبيه والكلمات اللي بيستخدموها في الطب مش هي نفسها الكلمات المهندس المفروض كان بيستخدمها في دراسته. فهي انت داخل على مصطلحات جديده، وهي مش جديده عليك بس، هي جديده على كل اللي داخلين الكليه. فحتى لو حد كان كويس في الانجليزي، هو اي نعم الموضوع هيبقى سهل عليه، ولكن ما زالت المصطلحات اللي هو هياخدها في الكليه او اللي هتقابله جديده عليه. بالنسبه للماث بروجرامنج مش محتاج ماث كتير او ماث معقد، احنا كده كده بندرس ماث 1 وماث 2، وبتوع علم علوم بياخدوا ماث 0، ولكن الماث مش محتاجينه قوي في البروجرامنج، محتاجين قواعد بسيطه بس. محتاج بس ان انت يكون عندك مهاره البروبلم سولفنج، او ان انت تعرف تفكر او كده. انما الماث الموضوع مش متعلق بالماث تعلق تام يعني. طيب هل الكليه دي كليه المستقبل زي ما كتير بيقعدوا يقولوها؟ والاجابه هي ولكن انا عايزه اكلمكم بعيدا عن جو الترند وجوها كليه المستقبل فيلا كله يدخلها. انا عايزه اكلمكم بشكل واقعي شويه. احنا لو جينا اخدنا بالنا هنلاقي الطلب على الكليه بالفعل كبير جدا، والخريجين بتوعها مطلوبين جدا في سوق العمل، وكمان التركيز عليهم. يعني اي تطويرات بقت تحصل بتبقى عايزه تستهدف طلبه حاسبات ومعلومات او المبرمجين، والفرص بتكون متاحه ليك بره مصر وجوه مصر. وكمان معظم المنح اللي بتقدمها وزاره الاتصالات او وزاره الشباب والرياضه بتكون موجهه لطلبه حاسبات ومعلومات. ده غير بقى معهد الاي تي اي اللي كله بيسعى ان هو ياخد تدريبات فيه، خاصه التدريب اللي بتاخده بعد التخرج اللي هو بيبقى مدته 9 شهور، لان بعد ما بتخلص التدريب ده بيبقى متاح ليك فرص شغل في شركات كتير. غير كده كمان انت هيبقى متاح ليك ان انت تشتغل ريموتلي من البيت بعد كام سنه من الشغل في الشركات، وبعد ما تاخد خبره ممكن تشتغل في الشركه وانت قاعد في البيت. والشركه دي ممكن تكون في دبي او في الامارات او حتى في دوله اوروبيه، والموضوع ده مستحيل تلاقيه في اي مجال تاني من المجالات، لان مفيش مجال ممكن تشتغل فيه وانت قاعد في البيت وتبعت شغلك لدول تانية. الكلية دي انت تدخل منها وتخرج منها شخص مختلف تماما، من حيث طريقة التفكير ومن حيث تنظيمك للأمور. بتبدأ تكون شخص منظم أكتر، وكمان بتتعامل مع المشاكل والحاجات اللي بتقابلك في حياتك بمنظوم البروبلم سولفنج وبمنظور البرمجة. يعني احنا عندنا مهارة مهمة جدا اللي هي البروبلم سولفنج، دي بتخليك تحل مشاكل وبتكتب أكواد برمجية. فتخيل ان انت أصلا بتتعامل مع مشاكل وقاعد بتحل مشاكل، فالمشاكل اللي بتقابلها في حياتك هتبدأ تحللها وتتعامل معاها بنظام وبترتيب علشان تقدر تحلها. فانت بتغير من دماغك وبتغير من التفكير بتاعك وبتغير من المايند سيت بتاعتك تماما. مهاره البروبلم سولفنج دي مش معنى ان انت دخلت الكليه يبقى انت عندك المهاره، وانما بتيجي بالتدريب المستمر، وبيبقى متاح ليك بعد كده ان انت تشارك في اكبر مسابقه برمجيه على مستوى العالم اللي هي ICPC. الكليه فرص الشغل بتاعتها كتيره جدا، ولكن مش لمجرد ان انت دخلت الكليه فلما تتخرج هتلاقي فرص الشغل جاهزه ليك، ولكن لازم تثبت نفسك ان انت مميز وتستحق فعلا الشغل في الشركه دي عن اي حد تاني.
طيب في ناس بتقول ان احنا خلاص بقينا كتير وان السوق بقى متشبع. لا، السوق مش متشبع، السوق مازال يحتاج ناس ولسه هيحتاج ناس كمان في المستقبل، لان المجال بتاعنا بيتطور على طول مش واقف مكانه. فحتى لو كان خريجين الكلية دول كتير، مش كلهم كفء ومش كلهم اشتغلوا على نفسهم بالشكل اللازم علشان يشغلوا الوظائف اللي متاحة في السوق. كل الحاجات اللي انا قلتها اللي فاتت دي تعتبر مميزات، وفي غيرها كمان وكمان. طيب ندخل بقى على العيوب، او مش بعتبرها عيوب قد ما هي تحديات لازم تكون واعي بيها وفاهمها كويس قبل ما تدخل الكلية دي. اول حاجة وهي يعتبر قلتها، ان المنافسة في المجال ده كبيرة جدا، فالشغل مش هتاخده بالساهل الا لما تشتغل على نفسك وتثبت نفسك ان انت مميز في وسط اللي موجودين كلهم، لانك مش بتنافس على مستوى الجمهورية بتاعتك، انت بتنافس على مستوى العالم. العالم كله مليان مبرمجين، كلهم بينافسوا علشان يحصلوا على وظائف كويسة وعلشان يشتغلوا في شركات كويسة، لانك لو دخلت الكلية دي وريحت وما اشتغلتش على نفسك كويس فولا كأن ليك وجود في المجال اساسا. تاني حاجة، ان انت لازم تفضل في تطور على طول ومواكب للي بيحصل في المجال بتاعك والتطورات اللي بتحصل فيه حتى بعد التخرج، لان المجال ده بيتطور بشكل مستمر، ولك ان تتخيل بقى مع انتشار ال AI كمان. طيب رقم 3 وهو الضغط اللي انت بتقابله في الكلية. الضغط مش اقصد بيه الدراسه جوه الكليه، الدراسه جوه الكليه فيها ضغط شويه تحديدا في فتره الامتحانات، ولكن الضغط اللي اقصده ان انت مش بتبقى بتاخد كل المعلومات اللي انت محتاجها في الكليه، بل بالعكس الكليه بتديك اساسيات وبتدخلك بس للمجالات اللي موجوده حواليك وبتديك شويه حاجات بسيطه فيهم، ولكن الشغل الاكبر والضغط الاكبر عليك ان انت لازم تكون بتتعلم في كورسات بره الكليه. ويجي حد هنا يسالني السؤال الشهير جدا وهو طب ما انا ما ادخلش الكليه وادخل مجال تاني واذاكر جنبه برمجه وانا قاعد في البيت؟ وهنا احب اقولك ان ده بنسبه كبيره مش هيحصل. انت جوه الكليه بتبقى محاط بكوميونتي، الكوميونتي كله بيتعلم برمجه والكوميونتي كله بيفكر في نفس الحاجات، فكلكم بتبقوا بتساعدوا بعض وبتشجعوا بعض. ولكن انت لو بتدرس لوحدك فانت مفيش حد معاك، مفيش حد منتور لحياتك، مش عارف هتدخل ايه الخطوه اللي جايه. هو الموضوع مش مستحيل ان انت تذاكر مع نفسك، وفي امثله كتيره جدا ناس ذاكرت البرمجه مع نفسها وما كانتش تخصصها الاساسي ووصلوا لحاجات كويسه، ولكن ده بنسبه 98% 99%. معظم الناس اللي بتدخل مجال وبتقول هذاكر برمجه وانا قاعد في البيت مش بتعرف تتقدم فيه، لانك دماغك هتبقى مشتته ما بين كذا مجال. مجالك الاساسي اللي هو في الكليه اللي محتاج تذاكر له وتمتحن عليه، كمان مجال البرمجه اللي هو مش سهل نهائي ان انت تحطه كمجال جانبي. يعني البرمجه ممكن تكون هي المجال الاساسي وتبدا تتعلم جنبها حاجات تانية بسيطه. يعني احنا اصلا جوه الكليه وبنعاني علشان نقدر ان احنا نواكب على طول، وان احنا نذاكر اول باول، وان احنا نذاكر مع نفسنا، وبنبقى دايما بنسال الدفعات الاكبر مننا علشان يقولوا لنا هم عملوا ايه، او حد مشي في نفس التراك بتاعي وبدا يشتغل فابدا اساله انت مشيت ازاي وذاكرت ايه وايه الرود ماب اللي انت مشيت عليها. واحنا في مجالنا النتورك مهمه جدا، او الكوميونتي اللي انت هتعمله حواليك او المعارف بتاعتك مهم جدا، لان بنسبه كبيره الناس دول هم اللي بيعملوا لك ريكومنديشن لشركه معينه. ان انت تعمل علاقات مع ناس كتير حواليك في نفس المجال دي حاجه مهمه جدا وحاجه اساسيه في المجال بتاعنا. غير كده بقى ان انت بيبقى معاك شهاده تخرج من الكليه، ايوه الشهاده مش هي اللي هتشغلك، ولكن لو اتنين رايحين يقدموا على نفس الشغل والاتنين دول بنفس الكفاءة وبنفس المستوى ويعتبروا متساويين في كل حاجة، وفي واحد خريج كلية حاسبات ومعاه الشهادة من كلية حاسبات والتاني مش معاه الشهادة، فهم هيختاروا اللي معاه الشهادة. يعني لو الاتنين متساويين والاتنين نفس الكفاءة ونفس الشطارة في الشغل فهم هيختاروا اللي معاه شهادة التخرج بتاع كلية حاسبات ومعلومات. نيجي بقى للجزء اللي الكل بيحبه وهو الفلوس. هل الدخل اللي انا هاخده لما اتخرج من الكلية دي وابدا اشتغل في شركة هيكون كويس؟ فاحب اقول لك كويس جدا جدا. كمان انت حتى لو لسه بادئ تشتغل في اول شغل ليك، في اول مرتب ليك هيكون احسن بكتير من اول مرتب لناس تانية في مجالات تانية. ولك ان تتخيل بقى لما تبقى خبرة واشتغلت كام سنة كده المرتب هيزيد بنسبة كويسة. ولكن لازم تعرف ان انت علشان تكسب كويس لازم مقابل ده تجتهد وتبذل مجهود وتشتغل على نفسك علشان تثبت فعلا ان انت مميز وان انت تستحق الشغل ده. وبس كده، دي اهم الحاجات اللي انا كنت عايزه اقولها لكم في الفيديو بتاع النهارده، وان شاء الله في فيديو جاي هكلمكم عن الفرق ما بين حاسبات ومعلومات وهندسه حاسبات، وانا ليه سبت هندسه ودخلت حاسبات. وما تنسوش تدعوا لي ووالدي ولكم بالمثل، ومع السلامه.